احمد الشيخ بص ما شاء الله، يعني انت بص على طب بمناسبه احمد الشيخ يا كابتن، احمد الشيخ في النادي الاهلي هل تعتقد ان هو ما خدش فرصته؟ ولا لا انا ما خدتش ولا خلينا قبل ما نكمل بس ولا حضرتك شايف ان هو كاحمد الشيخ، بلاش احمد الشيخ تحديدا، لكن اي لعيب في النادي الاهلي غير لما بيلعب في المقصه، حضرتك فاهم قصدي؟ ايوه طبعا. يعني ممكن الكابتن وليد صلاح عشان ما نبقاش برضو الكابتن وليد صلاح يلعب في المقصه يبقى 10/10 او يلعب في الاتحاد يبقى 10/10، ولكن يجي الاهلي بما له من جماهيريه كبيره جدا وبما له من ضغط اعلامي وضغط جماهيري وضغط مجلس اداره وضغط ودايما لازم تكسب وكذا. هل حضرتك شايف احمد الشيخ بقى هنا تحديدا هل هو مع المقصه يبقى كويس جدا لكن ما يجي الاهلي الامور هتتغير ولا ما خدش فرصته اساسا؟ بص لازم نقسم الكلام يا كابتن اسلام زي ما انت بتقول، كلام رائع، بس كل حاله على حده. ايوه لازم اللي يجي النادي الاهلي قبل ما يمتلك الموهبه يمتلك الشخصيه. برافو عليك. بس في حاجه اسمها شخصيه النادي الاهلي. لا احمد الشيخ عنده شخصيه النادي الاهلي عنده، فهنا يبقى هو ظلم. اوكي بس يا كابتن احمد الشيخ جريده ما لعبوش لا بيسيرو او بيسيرو انا اسف خلينا نقول ان هو ما لحقش، هو الراجل يعني خلينا بس لا اصل قعد 3 مدربين او 4 مدربين، ما هو ما بيلحقش، هو المدرب معلش يعني ما بيلحقش اول مره من زمان قوي نسمع كده. بص انا عندي وجهه نظر في، بس دي حاجه فنيه لكن طبعا يحترم فيها الكابتن فتحي مبروك او اي مدير فني ماليش دعوه، بس انا بحب النادي الكبير لما يجيب صفقات اديله الفرصه على طول. يعني خد بالك على عكس كابتن حسام دلوقتي مثلا، حسام البدري. لا كابتن حسام البدري ليه ظروف خاصه برضه، كل حاجه كابتن حسام هنتكلم عنه. كابتن حسام هيخلص ال3 ماتشات اللي هو خلصهم وبعدين هيدخلهم. هل تفتكر ان هو مش مقتنع؟ مختلفه مش مقتنع بيهم؟ لا لان ده كلام بيتقال يعني برضه ما يبقاش بيهم كلهم، ممكن يكون مش مقتنع بواحد. اصل هو جه على فكره، هو جه لقى المجموعه دي موجوده ما فيهاش حاجه، وده اللي كان لازم النادي الاهلي يعمله، وده اللي غلط فيه النادي الاهلي ومجلس الاداره تحديدا مع مستر مارتن يول.